طيب عشان انا عارف ومتاكد ان الفيديو ده هيحصل عليه مشاكل كتير جدا، بس انا والله مش عامله من دماغي، ده بناء على الطلب بتاعكم في الكومنتات عندي. قبل ما ابدا اقول اي كلمه هديك الاول بس الاساسيات اللي المفروض تبقى موجوده في اي كتاب ثانويه عامه. هحاول على قد ما اقدر في الفيديو ده امشي معاكم خطوه خطوه عشان ما حدش يتضايق، عشان ما حدش يقول لي لا انا مش عارف عندي ايه احسن. هديكم كل التفاصيل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفعة 2024، ازيكم عاملين ايه؟ انا اسلام من دفعة 2023 علم علوم. جايين ان شاء الله نتكلم في الفيديو ده ايه هي الكتب اللي المفروض تعتمد عليها في الفترة الجاية. مبدئيا ايه المفروض المواصفات اللي تبقى موجودة في كتاب الثانوية العامة عشان ادور عليه واجيبه واعتمد عليه في الفترة الجاية. الاساسيات اللي المفروض تبقى موجودة في الكتاب هي ان الكتاب ما يكونش افكاره عالية قوي قوي قوي، ما يكونش افكاره قليلة وبسيطة وسهلة. يعني معنى ايه الكلام بتاعك ده؟ يعني مثلا الكتاب ما يكونش الاسئله بتاعته كلها افكار عاليه وبتحتاج وقت في الحل وبتحتاج صعوبه محتاجه تفكير كبير. ده مش صح ان المفروض يبقى موجود في كتاب. الصح برضو ان الكتاب يبقى موجود اسئله سهله وبسيطه وبتتحل بسرعه. طب ما انا كده ما استفدتش حاجه. المفروض الكتاب يبقى فيه ميكس، يعني مثلا لو 3 اسئله سهلين وبيتحلوا بسرعه، برضو يبقى فيه مثلا 2 3 برضو صعبين وبيحتاجوا شويه وقت ومحتاجين فكره. مع العلم هو ده فعلا امتحان الثانويه العامه. اللي مفكر ان الامتحان بيبقى كله ضرب نار وكله اسئله صعبه، لا، الامتحان بيبقى فيه من 5 ل 6 اسئله بيتحلوا في ثانيه، وبرده من 6 ل 7 اسئله بيتحلوا يعني في دقيقه 2. ما حدش يكون متخيل ان الامتحانات اللي مثلا بيبقى فيها اسئله رياضيه زي الفيزياء الامتحان كله بيبقى ضرب نار. الامتحان مش بيبقى سهل وبيبقى صعب، بس مش برضو اللي هو بيعقدك في الحياه. زي ما بيكون في اسئله صعبه جدا بيبقى في اسئله سهله وبتتحل بسرعه. طبعا زي ما احنا عارفين ان ليفل الذكاء عندنا معدي ليفل الوحش، عشان كده حتى الاسئله البسيطه والسهله بنحلها غلط. ما تخافش، ده مع الوقت ومع الحل الكتير المشكله دي هتتعالج. حاجه المفروض تبقى موجوده في الكتاب ان الاسئله اللي تكون جواه ما تكونش خارج المنهج. يعني ايه؟ يعني في ساعات افكار بتبقى معتمده على القديم. مثلا سؤال في الاحياء بيبقى معتمد على الحاجات اللي خدتها في اولى وثانيه ثانوي، وارد انه يحصل. اما انك تجيب سؤال خارج بره عن المنهج اللي انت بتاخده اساسا او تبع حاجه ثانيه، ده مش هينفع يحصل في كتاب. كده بتشتت الطالب وبتخليه يروح لمصادر ثانيه. المفروض الكتاب يبقى ملتزم بالمنهج، سواء اللي خدته قبل كده او سواء اللي بتاخده في ثالثه ثانوي. الكلام ده طبعا على كل المواد، الفيزياء والكيمياء والاحياء، اي ماده علميه. ثالث حاجه المفروض تبقى موجوده في الكتاب الشرح بتاعه يكون مبسط شويه، مش اللي هو طويل قوي عقبال ما تفهم الحاجه، ومش اللي هو بيختصر لك الكلام. هو بيحاول يوصل لك المعلومه ويفهمها لك. الكلام ده طبعا تابع لكتاب المدرسه. يعني كمان الكتاب المفروض ما يكونش شارح حاجات من دماغه او حاجات زياده عن المنهج. المفروض ان هو يلتزم باللي الوزاره حطاه في كتاب المدرسه. طيب احنا كده قلنا الاساسيات اللي المفروض تبقى موجوده في كل كتاب. ايه بقى الكتب اللي اعتمد عليها الفتره الجايه؟ شفت انت بقى يا صديقي اللي انا اتكلمت عليه كل الكلام ده موجود في كتاب اسمه كتاب الامتحان. طيب الكتاب طبعا زي ما في حاجات حلوه في اكيد طبعا حاجات وحشه. في ناس مثلا مش بتحب الشرح بتاع كتاب الامتحان، في ناس تانية بتحس ان الشرح بتاع كتاب الامتحان بيوصل لها المعلومه اسرع واحلى. في ناس برضو شايفه ان الامتحان اسئلته سهله قوي وبتتحل بسرعه. في ناس تانية شايفه ان الامتحان لا معقول، يعني في اسئله صعبه وفي اسئله سهله. عن نفسي والله بكلمك على التجربه اللي انا خدتها، انا كنت شايف ان الامتحان كتاب ممتاز في الفيزياء او في الكيمياء او في الاحياء او في اي ماده. مع العلم ان في كتب تانية بتتفوق في مواد تانية، ده مثلا زي مادة الاحياء. انا اعتقد ان كتاب الامتحان هو كويس قوي فيها، مش صعب ومش سهل. علم ان في ناس تانية بتقولي لا، يعني التفوق احلى من الامتحان بكتير. ان التفوق للاسف في الكام سنة اللي فاتوا دول كان بيجيب اسئلة بره المنهج، كانت في حاجات بيجيبها غريبة خارج عن اللي انت بتدرسه. للاسف ده ما خلاش الناس تحبه قوي. كتاب زي كتاب التفوق فيها اسئلة كتير جدا جميلة، فيها اسئلة حلوة، فيها اسئلة بتحتاج افكار عالية. طيب عشان نحل المشكلة دي للناس نعمل ايه؟ مع العلم في حاجه نسيت اقولها لكم. المفروض الفتره الجايه دي تحاول ما تحلش الاسئله كلها اللي في الكتاب على كل فصل. يعني مثلا بضرب لك مثال، لو كل فصل فيه 50 سؤال حاول ما تحلش ال 50 سؤال كلهم، ممكن تحل منهم 30 او 35 سؤال بالكتير. في الباقي اللي بعد كده وانت بتراجع في حاجات نسيتها محتاج تحل اكتر على الباب ده. طبعا ترجع للاسئله اللي انت مش حللها وتحلها. ارجع تاني لمشكله الاحياء وكتاب التفوق. انت لو شايف ان كتاب الامتحان الاسئله بتاعته قليله والافكار مش عاليه قوي، ممكن بعد ما تخلص حل في كتاب الامتحان تخش برضو على 30 سؤال مثلا ولا حاجه من كتاب التفوق. اذا
مثلا كتاب زي كتاب الكيمياء. ذلك الامر انا شايف الصراحه ان الامتحان كويس قوي فيها، بس مع ذلك ناس كتيره جدا بتتجه لكتاب مندليف وشايفه ان كتاب مندليف كتاب جميل جدا وافكاره حلوه. برضو عشان ابقى صادق على قد ما اقدر في الفيديو، انا الصراحه ما جربتش مندليف ولا حليت منه سؤال، كان كل اعتمادي على كتاب الامتحان. بس انا اللي بسمعه وانا اللي بشوفه من الناس اللي جربته، الكتاب كويس ولطيف وافكاره حلوه، يعني مش اللي هي الهاي قوي مش اللي هي قليله، يعني كتاب جميل. انت برضو لو الامتحان مش عاجبك كتاب مندليف اعتقد هو الحل الامثل. نبعد شويه عن المواد العلميه بس هنرجع لها تاني، نتكلم مثلا عن العربي. برضو انا شايف ان كتاب الامتحان فيه كويس. انا شايف ان في ناس كتير قوي بتتخانق ما بين كتاب بيان وكتاب كيان. والله كتاب كيان على حسب الدفعه بتاعتنا، دفعه 2023 دي افكاره عاليه قوي، بيجيب حاجات من بره المنهج، كان يعني بيعك كده حاجات بسيطه. على الرغم من ذلك كتاب الامتحان كان ماشي مستقيم وكان عامل اللي عليه وحاطط اسئله من جوه المنهج فقط. بس مع ذلك بقى كتاب زي كتاب بيان، في ناس كتيره جدا بتقول ان النحو بتاعه سهل قوي بس البلاغه والنصوص المتحرره صعبه. العلم ان كتاب بيان فيه قطعه من القطع بتاعته جت في امتحان 2021 على ما اظن. القطعه دي لما جت بالنص، اعتقد الاسئله هي اللي اختلفت. برضو انا المفروض اعمل ايه؟ احل من انهي كتاب فيهم؟ ارجع برضو واقول لك انت لو شايف ان الامتحان سهل او اسئلته مش اللي هي صعبه، يعني اتجه لكتاب كيان في النحو. لقيت فيه صعوبه ممكن تبص على كتاب بيان. يعني انت معاك كذا حل، لو مش هتقدر تشتري كل الكتب دي عادي ممكن تحملها من على النت PDF، يعني مش صعب قوي. خد من كل حاجه الحاجه الحلوه اللي فيها. انت شايف ان الكتاب المعين الافكار النحو بتاعته حلوه، حل منه. شايف ان النحو بتاعه سهل ومثلا النحو بتاع كتاب تاني اصعب وافكاره احلى، حل منه برضه. انت شوف اللي يريحك واعمله، مش شرط تقف على حاجه معينه. بس اللي احب انصحك بيه ما تبعدش عن الكتب اللي احنا عارفينها، ما تتجهش لكتب تانيه ما حدش سمع عنها قبل كده خالص. تقدر تبص بصه على كتاب الامتحان وبيان وكيان وتشوف مين فيهم الاسئلته اللي حلوه وبتحتاج افكار عاليه وحاول تحل منها. برضه احاول انصحك بكتاب الامتحان لان هو كتاب معقول وحلو، مثلا زي الجيولوجيا من غير ما اتكلم فيها كتير. كتاب الامتحان حبيت برضه تزود خش على التفوق، غير كده ما تعملش. اتكلم بقى عن الفيزياء برضه معمول عليها خناقات كتيره، كتاب الامتحان وكتاب نيوتن وكتاب الشامل. اللي انت جربت ايه في كل ده؟ هقول لك والله انا حليت من الامتحان ومن نيوتن. الشامل ده انا ما سمعتش عنه قبل كده الصراحه. شايف ان كتاب الامتحان افكاره حلوه. كتاب زي كتاب نيوتن ده بيبقى فيه اسئله كتيره قوي بتحتاج فكر كبير جدا، اعتقد ان يعتبر نص الكتاب كده، مش مثلا سؤالين 3 4. الكتاب مليان افكار تقيله وصعبه قوي، عقد الواحد في الماده اكتر ما هو متعقد اساسا وهتكرره فيها زياده. العلم ان كتاب الامتحان لا مش بيعمل كده، يعني في اسئله كتير حلوه، في اسئله بتحتاج افكار عاليه. الصراحه انا دايما بشكر في كتاب الامتحان لان هو بيحاول يلم كل حاجه. بالنسبه للانجليزي انا شايف ناس كتيره جدا بتتكلم عن كتاب المعاصر ان هو حلو. الصراحه في الانجليزي ما كنتش بحل من كتب خارجيه كتير، المدرس بتاعي كان لي الكتاب بتاعه شامل من كل الكتب يعني، فكنت بحل منه الصراحه، وهو يعني كتاب كويس. ما كنتش الصراحه بحل من كتب كتيره، بس على حسب كلام الناس واللي الناس جربته واللي الناس شفتها بتجربه قدامي كتاب المعاصر. بس كده يا صديقي انا حاولت على قد ما اقدر اجمع لك الكتب والحاجات اللي معروفه واللي الناس بتتكلم عنها، واحاول لك مشكله الكتب دي وتحل من اي كتاب وانهي كتاب تسيبه. بكون على قد ما اقدر حاولت اوضح لك ايه الكتب اللي تحل منها. يا رب ان شاء الله تكون استفدت من الفيديو ده. ما تنساش تكسب الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعمل لنا لايك على الفيديو ده وكومنت حلو. عندك اي سؤال اسالني في الكومنتس تحت وانا ان شاء الله هرد عليه. ربنا يا رب يوفقكم وتحققوا نفسكم فيه. سلام عليكم.